طب ايه اللي بيحصل في معظم الحالات لما بنات بقى بتبلغ على مديرها؟ انا ما انصحش انه اللي تعمل كده تعمل من غير محامي، وللاسف اغلب القضايا اللي بتبوظ بسبب كده. في بعض الجهات الكبيره، مثلا شركات كبيره بتشتغل مثلا في شركه انترناشونال، عندها سياسات حمايه خاصه بالشركه. لو رحت اتقدمت للجهه دي، قلت له والله المدير بتاعي اللي هو مدير بتاعك في نفس الوقت عمل 1 2، هو انا ضامنه انه الجهه دي فعلا محايده؟ وفي اجابه يبقى هعمل كده، لانه دي الخطوه الاولى. الاجابه لا، يبقى اروح اتقدم لجهه رسميه مباشره، تقدم لجهه الشكاوى في مكتب العمل او وزاره العمل. طيب اللي بعدهم ان انا الفعل اللي ارتكب ده يمثل جريمه جنائيه، فهبلغ في الاسم او في النيابه العامه. قبل ما اعمل الحاجات دي، الدليل بتاعي. التسجيلات لو هو مكلمها وهي مم. سجلت المكالمة ده يتاخد دليل؟ بقى قرينه مش دليل. التسجيل بدون اذن يعتبر جريمه بيعاقب عليها القانون، اه. لكن انا بيرتكب ضدي جريمه، فالقانون هنا بيديني عذر. احمي نفسي بايه؟ بتيجي في الشركات اللي بتقدم خدمات تليفونيه، او هذه الرساله مسجله، انا كده اعلمتك بان انا بسجل.